جرب تسافر تركيا لأول مرة بحياتي. انطلقت من مطار بغداد الدولي بالطيران التركي، تحديدا شركة آيجت. راح نموت. الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم استغفرك واتوب لك بصيتي قبل ما أموت. دير بالكم على إبراهيم، راح نموت يا الله. بطني الشعور. شوف بغداد، والله بغداد حلوة، ليش احنا ظالمين؟ بطني. وطبعا أول مرة أشوف أكل شركة طيران بفلوس بالطيارة. وبعد 3 ساعات أخيرا هبطنا بمطار صبيحة الدولي. We are want بغداد ايجت. بغداد اسطنبول. اوتسايد كله قبل. مو هنا. صار لي ساعة ادور على جنتي، وينها ما ادري. ولما طلعنا من المطار تفاجئت بانه الجو كان كلش بارد، على الرغم انه احنا بالشهر الثامن وبالعراق احنا نحترق بالشمس. وطبعا كانت الاجواء تركية بحت حرفيا، يعني انا حير هذا ولد هذا لا مو لهالدرجه، شنو السالفه. وطبعا اكثر شيء تشتهر تركيا به هو بناء الجوامع المميز العثماني، ما ادري شو يسموه. اول ما وصلنا الاوتيل زميلي بالسفر نام، انا ما صدق نفسي بتركيا، ظليت افتر وحدي. طبعا ابوي اخذ عضه بالبدايه، بس مو مشكله، تحس شويه محمره زايده، بس الدهن ما ادري الزوجه زايده، وهذا شيء ترى طيب مو طيب، بس اعتقد مضر بالصحه. شايفين هاي البهارات تنحط على الشيبس مال الكراده تصير برتقاليه حمراء هيجي، هم يحطوها عليها. ولكم راح تخبل يعني شنو يخلق الله سبحانه وتعالى، اذا هاي الارض شلون لعد الجنه شلون، يعني ما دام دهزت، بس احنا ما عدناش بالعراق. وهنا طبيت لهذا الكوفي وقدموا لي كيكه طعمها يشكشك، وشوف منظرها يخبل احلى من زوجتي المستقبل. وطبعا دائما يقولوا بانه لا تركبوا من التاكسي الاصفر لان يقطوكم وما ادري شنو، وبعد ما ادري بصراحه انا ركبت بي ما ادري قطني ما ادري ما قطني. شوف القطار احنا بدنا نعبر قطار شنو ترام يصير مثقف. احنا حاليا متوجهين للبحر ونريد نصعد بالعباره اي يعني شو دار اقول، هذا انا ويا البسفور. هذا البسفور لا مو بسفور يطلع مو هو. وتخيلوا ايش وقت يلا غربت الدنيا، غربت ب 48 دقيقة بالضبط، ب8 او ب8 ونص الدنيا نهار كانما هاي ظهر يعني. هذا البسفور وراي حاليا، والاجواء ترى تخفف. الجو احنا حاليا في الشهر الثامن، الا انه الجو بنهفة برودة بتركيا عكس العراق نفسيا. راح تعبر هي شوف اكو ناس جايه تتمشى على الجسر، ذاك برج غلطه طبعا. عبرنا. اصوات السيارات اللي تدوس على الجسر، اصوات الترام. قعدنا ثاني يوم رحنا للكافتيريا مال الفندق، والاكل كان مو هالقد باعتبار الفندق كان رخيص، ولكن الحمد لله نعمة الله كل شيء ناكل. المهم احنا عندنا سكن، غيرنا ما عنده سقف. المهم ايش طلبنا بغير موضوع. بدينا نستكشف شوارع تركيا مرة اخرى. حاليا ننتظر الباص حتى يتوجه الى منطقه اكسراي. انا حبيت اجواء مال الاشجار وكذا. اكثر شيء لفت بنظري هو وسائل النقل المتنوعة بتركيا، اكو سكوتر، اكو ترامفاي، اكو باصات. شوف طبعا انا هيك اماكن يعني احبها، صح انه هي مو سياحيه، بس شوف حلوه. يعني ما ادري ليش الاتراك الامريكان الاجانب البريطانيين يعرفون هالمناظر اللي عندهم، يجون يمشون بهاي الشارع. لا والله نمشي هناك لو استثمار بشجره. وراها اخذنا عبارة بالبحر، وكانت اسعار العبارات 2000 2000 ونص كلش رخيصة. يابا احنا هدفنا الرئيسي الاميرات، بس حرفيا ما ادري وين رايحاني هسه. يعني الطريق في جوجل يختلف عن الطريق اللي انا رايح له، بعد ما ادري. اجواء تجنن يابا ما شاء الله. حبيبي قلعات. شباب شوفوا هاي الاشكال وكلها باسعار رخيصه بالعراق، يعني ذني تفاديس بالنسبه لنا. 2000 ونص 3000 ترى يشقن شق يعني. ترى الكاميرا ظلمتهم يا ولد، بس هاي طبعا طبينا بوفيه مفتوح. خذت المن، خذت هاي، خذت هذا، بس نسيت اصور لكم فاكلته يعني راح الشكل. الوان تاخذ برغل صمون كل شيء نحسب بفلوس هنا. هاي استعمل شنو. شوف صوت النوارس قد حلو.
احب هاي اليختات، هاي نفس اللي نشوفها المقاطع التركيه، نفس شوارع نظيفه ترى ماكو يوصف، بس شويه عندك مفطرات يعني بس عاديه. لك يا دولة تعادل 83 دولة 83. يعني تقريبا هاي اول طلعه بحياتي جديه مع المناظر، حياتي ما بس مناظر يعني. شباب الشوارع طبعا ما صار لي غير يوم ونص، يوم وربع يعني كان، بس لازم يجي فد يوم ازور هاي الدوله مره ثانيه ان شاء الله. هذا شوف، هذا كبير، لا هو صغير، خلي ايدك حتى يبين الكبر. شوف اكبر من ايدي ترى، اكبر من راسي. هذا الحلو، اشجار بكل مكان، احنا هذا اللي نحتاجه. شوف لون اخضر حقيقي، اللي بالعراق نص اصفر نص اخضر نص جوزي ما تدري شنو. اعلامهم كل مكان يعتزون ببلدهم، واحنا واحد ياكل الثاني، واحد يفشر على الاخ بالتعليقات. طبعا هسه تقريبا ب8 وربع 8 و10 دقائق، والجو طبيعي مو نفس العراق. يعني احنا عندنا هيك وقت مغربه الدنيا من 7:30 من 7:15. البارحه بالبسفور تقريبا ب38 او 40 دقيقه و50 دقيقه هيك، يلا غربت الدنيا صارت ليل. يا ترى المنظر والله العظيم، هذا الحج خطينا مظلوم بالكاميرا. اكو خضار حقيقي بالعراق، اذا ما صار لك اصفر صار لك جوزي. هاي شجرتين وحدها كافيه. بغداد يقللن درجة الحرارة بس ما يزرعون، ما تدري ليش. طبعا ابوي قاعد يلوم بي، يقول لي انت مدلينا على مكان غلط، وانت ما تندل، وانت فاشل. لا مو لهالدرجة. اوكي المهم المفروض يعني انا حسب ما بحثت بالخرائط قلت له بانه اكو مترو هنا، فلازم نروح ندور عليه. هاي ولين نروح يمنا يسرى ماكو، يعني فعلا ما تنعقل. وين اكو مترو بنص حديقة؟ تشوفون هاي الحديقة، شوفوا امه وين ضامي. هاي الحديقة امه هنا، شوف شلون مضموم، ما يبين بين الحديقة. رب العالمين خلق البشر على مود واحد يتعرف على الثاني، مود يتونسون يتآنسوا فيما بينهم او شيء. فانا لما سافرت قطر، صحيح قطر دولة متطورة، ناطحات سحاب وشون الامارات وما ادري شنو، الا انه انا افضل اسطنبول اكثر من يمها، لان اكو ناس، اكو حركة بالمكان يا اخوان. فرع يمنا فرعي، يعني مو تقول شارع رئيسي وكذا بي 1000 واحد. عكس قطر لك شارع يخبط مليون وهو ما بي ولا ناس. بالشكل انتم ما تحسون بيه، بس ترى من ينزل انتم تشوفوا هيك شوي شوي نازل، اما احنا نشوفه هيك نازل حرفيا، بس ما يبين. شوفوا محطة المترو، بس لو واحد يوقع هنا. شوف ذاك المترو وراه. طفينا للمترو. طبعا ما متعجب للاسف هواي، لان مجربه بقطر مسبقا من كاديكاي الى مدري وين. بس انواع الورد ما شاء الله. شوف الرجال يلعبون عليهم ومكلوم.